ويا مرحبا بفيديو جديد حلو كتير، بيخدم كتير أمور. بيخدم يكون وجبة غدا، بيخدم نعمله بالعزايم، بيخدم نقدمه بأعياد الميلاد. بدنا نعمل اليوم الكبة بسياخ. بعتقد هاي بس بحلب بسوريا بمحافظة حلب بيعملوها. اليوم رح نعملها بكذا يعني رح أقلكم كيف تقدموها بكذا طريقة لحتى يخدموكم بكذا قصة، حتى فيكم تفرزوها. شوفوا منظر على السفرة قديش حلو مرتب طلع بياخد العقل. شوفوا لونها طعمتها بتاخد العقل. فيكم تشوها بالفرن وفيكم تشوها على الفحم. إذا ما عاملين اشتراك للقناة اضغطوا على زر السبسكرايب، حطوا لايك وكومنت وتعالوا معي نشوف الطريقة. هذا العيار بيعمل عيار كبير، فمن الأول إذا كبير عليكم اقسموه بالنص. تمام. عندي هون هذا العيار لكيلو من اللحمة. فأول شي بعمله بجيب كاسة من البرغل الناعم، أنا عم برغل تبع الكبة، بغسله، بحط عليه مي سخنة عم تغلي وبتركه على طرف ساعة كاملة. كمية المي اللي بدكم تغمروا فيه البرغل مي مهمة لأن نحن نصفيه، فمهم كتير إنه يتغمر على طرف. هون عندي كيلو من اللحمة الناعمة، ضروري كتير تكون مدهنة. إذا في عندكم اللية أو الدهنة أطيب إنه تحطوا لكل كيلو لحمة تقريبا ربع كيلو من اللية، هي أصولها بالدهنة. بس أنا لأني ما متوفر عندي الدهنة، هي اللحمة مدهنة بس دهنتها خفيفة، فحطيت معلقة كبيرة سمنة، سمنة حيواني طبعا، وحطيت بصلة كبيرة مبشورة، حصرا مبشورة على أنعم درجة. فيا أما بتحطوا للكيلو اللحمة ربع كيلو دهنة، أو بتحطوا معلقة كبيرة معرمة مقوبعة يعني من السمن الحيواني. رح نحط كمان البهارات والتوابل، معلقة صغيرة ملح، ممكن تزيدوا الملح إذا بتحبوا الملوحة ظاهرة، معلقة صغيرة من النعناع اليابس، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. إذا في عندكم البهار الحلبي فهو أطيب، يعني بدل الفلفل الأسود حطوا معلقة كبيرة من البهار الحلبي. والفليفلة الحمراء، هاي الفليفلة أنا ما كانت عندي إياها حرة فحطيت معلقة صغيرة. إذا كانت حرة وانتم ما بتحبوا الحر فخففوا شوي الفلفل الحمراء. هدول هنن التوابل. هلا نقطة كتير كتير مهمة، البرغل بعد ما يعني يفنش ويصير طري ما يكون فيه قساوي ابدا، انكم تحطوه على مصفاية، وما بس تكتفوا بالتصفاية، يعني ما بس تصفوه هيك من المي عادي، لا لازم تعصروه من المي، يعني ما لازم يبقى فيه ولا نقطة من المي. على فكرة فيكم تستخدموا البرغل الأسمر، هاد برغل أبيض، بس كمان إذا عندكم برغل أسمر البرغل العمقي كمان بزبط وماشي وممتاز. فبس هي نقطة كتير ركزوا عليها، انه البرغل كتير 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 تعصروه من المي. وبنجي هلا على مرحلة الدعك، بندعك يعني نحن اقل شيء 10 دقائق من الدعك. هلا طبعا هون اذا في ماكينة كبة عملوها دورة ماكينة الكبة، بس تعرفوا انا دائما مع الطرق اليدوية الحجرية من العصر الحجري، ما بحب استخدم التكنولوجيا ابدا. بندعكها بايدنا. وهلا بنجي على التشكيل. هلا التشكيل في عندكم خيارين. الخيار الأول، نحن بالحالتين بدنا نعملها كرات حجم متوسط. لا تصغروا الكرة كتير تحترق من برا، يعني بتصير قاسية، ولا تكبروا الكرة كتير لأني ما رح يستوي قلبها. تمام، حجم متوسط من الكرة، نفس الحجم تماما يلي أنا عملته، هذا الحجم المثالي للكرة. فأنتوا هلأ رح تشكلوها كرات، يعني بداية التشكيل هو كرات، بس كفاية التشكيل هو اختياري. إذا كنتوا بدكم تشوها على الفحم فطبعا انتوا بتجيبوا السياخ اللي للفحم، انا هون هدول للفرن. بتجيبوا سياخ الفحم وبتفوتوا بالسيخ كل 4 ل 5 كرات، حجم حسب انت حجم السيخ اللي عندك، يعني كل ما كان حجم السيخ اطول كل ما كان حجم المنال اكبر بتقدري تكبري. وبتفوتوا الكرات فوق بعضهم من 4 ل 5 كرات، طبعا بتبلوا ايدكم بمي وبتكبسوهم هيك على بعضهم، بيطلع منظر السيخ هيك، وبتشوون بالفرن او بالفحم. أنا هون كان عندي مناسبة فما كنت قادرة أني أحطهم كسياخ، كان في فكرة ببالي بدي أعملها، فأنا بس كرات منفصلة، يعني ما عملتهم بسياخ، كرات منفصلة. هلا هون عنا نقطة إنه فينا نفرزهم، هي كتير منيحة، فيكم تحضروها قبل رمضان، فيك إذا عندك عيد ميلاد أو عزيمة تحضريها قبل بوقت، بس بتشكليها بشكل كرات، بتحطي تحتها كيس نايلون، كتير مهم هالنقطة، بتغلفيها تغليف كتير منيح وبتفوتيها على الفريزر. بس جمدت تمام صارت مثل الحجر، فيك تطالعيها وتفضيها بكيس، يعني ما شرط يضلوا على صينية، بتفضيها بكيس التفريز هيك ما رح يلزقوا ببعض خلص لأني تفرزوا جمدوا، أو بتضل بالصينية أنت حرة، يعني إما بتتركيها بالصينية مغلفة، أو بعد يعني 4-5 ساعات من التفريز بس صارت مثل الحطبة جمدت، بتطلعيها بتفضي الكرات بكيس تفريز، بتسكريه وبتحطيه بالفريزر. وقت يلي بدك، وقت يلي بتكون تاكلوا بتطلعيها شوفي مجمدة، وهي مجمدة وهي مفرزة، من صفة بصينية
أنا حطيت تحتها ورق زبدة مشان ما كتير تتسم، بس هو الأصول إنه تندهن الصينية بالسمنة، أو بتحطي ورق زبدة بتحطيهم بجنب بعض، وفوق كل طابق هيك قطعة صغيرة من السمنة، تمام. وبنحطها بالفرن حرارة 200 فوق وتحت سوا لحتى تدوقيها، يعني حسب كل فرن، بس أقل شي بدها تقريبا من نص ساعة ل40 دقيقة. هلأ هون هيك صارت جاهزة. التقديم هو اختياري، ماشي، بس شوفوا هاي طريقة التقديم اللي أنا عملتها لأني كان عندي عيد ميلاد، رائعة. خبز تورتيلا بهذا الحجم، هو إجا كبير، أنا قصيته بالقطاع على هالدوائر، دهنته دهنة من الدبس الفليفلي، بتعطيها طعمة طيبة. بحط بقلبها بصل جوانح، بقدونس مفروم ناعم، وقطعة من الكبة بسياخ، وبسكرها بكوردونة، وبحط فوقها بندورة كرزية. طبعا هو هذا هيك فكرة، يعني إذا عندك عزيمة، إذا عندك مناسبة، بتعطي منظر رائع على السفرة. فكرة تانية إنه أنتي تقطعي الخبز، إن كان تورتيلا وإن كان الخبز العربي العادي، مثلثات، وهالمثلثات كمان تدهنيها بالدبس الفليفلة، وعلى بايركس أو بصحن تقديم تصفي الخبز المثلثات المدهون بالسفل كله، تعبي سفل البايركس أو الصحن بالخبز، وتحطي طابات اللحمة فوقهم، وعلى الوجه ترشي رشة بقدونس كمان بتعطي منظر رائع. بس هي الوصفة، طريقة تقديم حلوة وغير شكل، يعني فعلا بتجنن طلعت. شوفوا منظرها على السفرة، عطت جمالية لسفرة عيد الميلاد، طلعت بتاخد العال. هاي كانت وصفتنا لليوم، إذا عندكم أسئلة كتبولي تحت، وإن شاء الله يا رب تجربوها وبتعجبكم. وهي هي إن شاء الله في وصفات هدول اللي عن السفرة رح ينزلوا كل يوم، كل يومين 3 وصفة. لا تنسونا من دعم الفيديو، وبنلقاكم فيديو جديد.